في الحقيقه الفرق بين الاس اس دي والرام مش كبير نهائيا، يعني لو بصيت على شريحه البي سي بي الخاصه بالاس اس دي والرامات هتلاقي مفيش فرق كبير ما بينهم، والاثنين سوليد ستيت، بمعنى ان ما فيهمش اي جزء بيتحرك زي الاتش دي دي. بغض النظر ان احسن حل للجهاز بتاعك لو بيموت وحاسس انه بطيء تركب له اس اس دي، وساعتها الجهاز هيقوم فعلا يبوسك. ولكن هنا ياتي سؤال الحلقه، ليه الاس اس دي الهيلث بتاعه بيقل مع مرور الوقت لحد ما الاس اس دي ينتحر او ما تقدرش تستخدمه تاني؟ بعكس الرامات، ممكن تلاقي رامات دي دي ار 2 بقالها اكتر من 20 سنه ولسه شغاله عادي جدا. وده بياخدنا لنقطه محدده، وهو ايه اللي بيحصل بالظبط يوصل الاس اس دي انه يبوظ او ما يبقاش شغال، او بالمعنى الاصح ايه اللي بيحصل جوه الاس اس دي وبينقص الهيلث بتاعه. خلينا الاول نفهم مكونات الاس اس دي او السوليد ستيت درايف. اول حاجه بتقابلها هي وصله الساتا والداتا، ودي طبعا معروفه من غير ما نتكلم عليها كتير. وبعد كده هتلاقي الدي رام كاش، ودي بتبقى موجوده في الاس اس دي النظيفه او الغاليه او اللي ماركه موثوق منها، وعادي جدا ما تلاقيهاش في معظم الاس اس دي عشان يقللوا من سعره ويبقى رخيص. ولكن هتسبب لك مشكله انك لو بتنقل فايلات كتير صغيره في الحجم او بتعمل كاش او ريندر على الاس اس دي هتلاقي السرعه قليله جدا، يعني ممكن تلاقيها بتقع ل 30 ميجا باي سكند او ممكن اقل كمان. والجزء الثالث معانا في الاس اس دي هو الكنترولر، وعايز اقول لك ان القطعه دي هي اللي ممشيه الدنيا في الاس اس دي، يعني من الاخر هي قلب الاس اس دي، وهي المسؤوله عن نقل الداتا وتخزينها جوه الاس اس دي، وهي اللي بتقول للداتا روحي فين وتعالي منين، وبرده هي اللي مسؤوله عن سرعه الاس اس دي والعمر الافتراضي ليه. وحتى لما بتيجي تمسح داتا من الاس اس دي هي برده اللي بتحدد مكان الداتا اللي بتتمسح وتشفير الداتا لزيرو واحد. من الاخر هي الكل في الكل. واخر جزء معانا هو الناند فلاش ميموري، ودي ببساطه جدا المكان اللي بتخزن فيه الداتا بتاعتك، طبعا بعد ما تمر على الكنترولر ويقول لها روحي فين وتعالي منين برضه. وجوه الناند فلاش ميموري بيجي الترانزستور اللي مسؤول عن كل حاجه في الاس اس دي، او بالمعنى الاصح هو اللي بيحدد الهيلث بتاع الاس اس دي، وهو الفلوتنج جيت ترانزستور. وده ببساطه جدا هو السبب الرئيسي ان الداتا بتاعتك بتتخزن على الاس اس دي بعد ما تقطع عنه الكهرباء، بعكس الرامات. والترانزستور ده بيبقى موجود جوه الناند فلاش ميموري زي ما قلت لك. ولو مستغرب من كلمه ناند فلاش ميموري او بالتحديد كلمه ناند، وده بسبب انها بتشتغل بطريقتين، الطريقه الاولى هي النوت والطريقه الثانيه هي اند او لا ومش هتكلم عنهم كتير لاني مش هدخلك في حوارات كتير. يعني بالمعنى الاصح لو انت معاك صوره فببساطه جدا الصوره دي بتتحول لزيرو واحد، وده عن طريق الكنترولر، وبعد كده بتخش على الناند فلاش ميموري او بتتخزن. وهنا ياتي كيف يتم الاحتفاظ بالصوره بعد ما تفصل الكهرباء عن الاس اس دي. وهنا ببساطه ياتي دور الفلوتنج جيت جوه الفلوتنج جيت ترانزستور او الطبقه الفاضيه، يعني خلينا نقول الفلوتنج جيت دي هي طبقه فاضيه، وده المكان اللي بيتخزن فيه الداتا بتاعتك بالتحديد عن طريق التالي. اللي بيحصل لما بتيجي تخش الداتا للاس اس دي بيبقى السورس او المصدر شحنه سالبه او خلينا نقول ارضي او جراوند، والكنترولر جيت او بوابه التحكم بتبقى موجبه وفي ضغط فولت حاصل عليها، فبتشد الالكترونات السالبه وتقدر تعديها من الطبقه العازله زي ما انت شايف كده بتركيب الفلوتنج جيت ترانزستور. وهو بيتكون من طبقه عازله وفلوتنج جيت وطبقه عازله تانية وبعد كده الكنترولر جيت. وعايز اقول لك ان الداتا بتاعتك بتتخزن في الطبقه الفاضيه ما بين الطبقتين العازلتين او الطبقه العازله والعازله. وبعد كده ببساطه جدا الداتا بتاعتك بتتخزن وبتبقى موجوده بعد قطع الكهرباء او انك تفصل عنه الكهرباء. وهنا ياتي سبب ان الاس اس دي الهيلث بتاعه بيقل مع مرور الوقت، وهو ان الطبقه العازله دي اللي بتمر الالكترونات منها وبتخرج منها بتضعف مع الوقت، لان طبعا في مقاومه بتحصل لحد ما يحصل التالي. لو الاس اس دي نظيف بتلاقي ان الاس اس دي في اخر ايامه بيقلب ريد اونلي، وده معناه ان انت تقدر تشوف الداتا اللي على الاس اس دي بس، ولكن ما تقدرش انك تنقل عليه حاجه تانية. ولو نقلت عليه حاجه لو الكهرباء قطعت هتلاقي الداتا دي اختفت زي الرامات بالظبط. من الاخر هتلاقيه بقى رامه متحركه، وده السبب ان في بعض شركات الرامات بتديك ضمان مدى الحياه الا لو حصل ضرر من سوء الاستخدام مثلا، لان الرامات هي بمثابه محطات تخزين زي الاس اس دي ولكن ما فيهاش اي مقاومه بتحصل، يعني من الاخر ما فيهاش الفلوتنج جيت ترانزستور الطبقه العازله اللي بيقل ادائها مع مرور الوقت زي الاس اس دي. ومجرد انك تفصل الكهرباء بتلاقي كله اتبخر. عشان كده الرامات ممكن تعيش مئات السنين بدون اي مشاكل. وبكده نكون جينا لنهايه القصه. ما تنساش لو استفدت من الفيديو ده تقول لنا رايك في الكومنتات، ولو في اي معلومه خاطئه انا قلتها في الفيديو يا ريت تقول لنا عليها في الكومنتات عشان الكل يستفيد. وما تنساش اللايك والسبسكرايب الجميل. وكان معاكم سمير مسعود من سلسله تكاوي فهمان وبيس. وما تنساش برضو تشوفوا الفيديوهات اللي موجوده في القناه يعني.